السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. محمد سامي آخرهم نجوم أثاروا الجدل بعد ظهورهم بالحلقة، دعونا نتعرف على التفاصيل. أثار المخرج محمد سامي جدلا واسعا في أحدث ظهور له، حيث ارتدى قطعة من الألماس خلال رحلته الأخيرة إلى السعودية. وجاء هذا الظهور بعد أيام من صدور حكم قضائي بحبسه على خلفية قضية اعتداء على صاحب معرض سيارات، بالإضافة إلى تغريمه 5000 جنيه بسبب إهانة الفنانة عفاف شعيب وتوجيهه ألفاظ مسيئة تمس شرفها واعتبارها. ولم يكن محمد سامي أول فنان يثير الجدل بارتداء الحلق، فقد سبقوا عدد من النجوم ومن أبرزهم المطرب أحمد سعد، الذي واجه انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مرتديا الحلق خلال حفل توزيع جوائز جوي أووردز في الرياض. ولم تكن هذه المرة الأولى استعرض للهجوم ذاته بعد ظهوره بالحلق في حفل أقيم ضمن فعاليات موسم جدة في مايو 2023. وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي محمود سعد في برنامج سولد أوت، أعرب أحمد سعد عن ندمه على ارتداء الحلق، موضحا: في الغرب كثيرون يرتدون الحلقان، فهي جزء من تقاليدهم، والحلق ليس حقرا على النساء. كما ظهر النجم عمرو دياب مرتديا الحلق في عدة مناسبات، كان أولها خلال حفل زفاف أقيم في تركيا، كما ظهر به في أذنه اليسرى خلال بعض الإعلانات والفيديوهات التي نشرها. ويعد أيضا الفنان أحمد الفيشاوي من أكثر النجوم الذين ارتدوا الحلق في العديد من المناسبات، ومن بينها مهرجانات مثل الجونة والقاهرة السينمائي الدولي، إلى جانب إطلالاته في بعض البرامج التلفزيونية. إلى هنا ينتهي الخبر، شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.